أهلا بكم في قناتنا قناة الفن لكل جديد في عالم النجوم والمشاهير. محطات شخصية وفنية في حياة الفنان المشهور بشخصية أبو ليلى الفنان أيمن رضا. قبل متابعة الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. أيمن رضا هو ممثل سوري من أصول عراقية، له العديد من الأدوار الكوميدية والدرامية، وبرز من خلال سلسلة بقع الضوء. ولد الفنان أيمن رضا في 9 نيسان إبريل عام 1971 في العاصمة السورية دمشق، لأب عراقي الجنسية وأم سورية. واحد أبرز تصريحاته التي شكلت جدلا واسعا في لقائه في برنامج أكلناها الذي يقدمه الفنان باسم ياخور على قناة لنا السورية. وخلال الحلقة سأل ياخور ضيفه أيمن رضا عن سبب عدم تواجده في الأماكن التي يتواجد فيها النجوم، ليرد بكل ثقة وصدق أن الوسط الفني لا يوجد فيه صداقات، معلقا: إذا كانت صداقتي معك لم تستمر فأنت خلال سفرك منذ 8 سنوات خارج سوريا لم تسأل عني أو تتصل بي سوى 3 مرات، فأين هي الصداقة؟ واحد التصريحات التي أطلقها خلال الحلقة تصريحه حول الفنان عابد فهد أنه يعيش أسير المظاهر أو البرستيج. واتهم أيمن رضا أيضا النجمة نسرين طافش بالرشوة والدفع لقاء الحصول على الجوائز والظهور الدائم في المهرجانات التكريمية، متسائلا عن ماهية الأعمال التي تكرم عليها دائما على السجادة الحمراء. وردا على سؤال يتعلق بقيمة ثروة الفنان أيمن رضا، رفض الإفصاح عن المبلغ بالتحديد، لكنه أوضح أنها تناهز $1,000,000 بما فيها العقارات التي يملكها والتي تضاعف سعرها خلال الأزمة السورية. اسمه بالكامل أيمن محمود رضا السيد هاشم. ولد في تاريخ 9 إبريل عام 1971. عمره في 2019 هو 48 عاما. برج الحمل. أما من حيث ديانة أيمن رضا ومعتقداته وطائفته الأصلية، فقد ولد العائلة مسلمة سنية. يحمل أيمن رضا الجنسية العراقية. الفنان أيمن رضا متزوج من السيدة أم همام، ولديه منها 4 أبناء، هم همام ووسام الذين شاركا معه في مسلسل صدى الباز. وابنتيه الدكتورة هيا وهي تعمل في مجال الصيدلة، وابنته الصغرى دلع، والتزمتا زوجته وابنته الكبرى بالحجاب. صرح الممثل السوري أيمن رضا في أحد اللقاءات التلفزيونية أنه لا يملك الجنسية السورية، قائلا أن القوانين الموجودة سيئة، فأنا من مواليد سوريا ووالدتي سورية ودرست هناك وأعمالي هناك وزوجتي سورية، وما زلت أنا وأولادي لا نملك الجنسية، وأكيد هالشي بزعل لأني أنا سوري أكثر من كل السوريين.
وانتسب أيمن إلى المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق، وتخرج منه في العام 1984. بداية مسيرته الفنية كانت في الدوبلاج لبعض الرسوم المتحركة، منها النمر المقنع عام 1982 وروبن هود في العام 1990. قدم أيمن رضا عدة أدوار كوميدية في التسعينات، أبرزها دوره في مسلسل عيلة 6 نجوم في العام 1995، ومن ثم مسلسل أحلام أبو الهنا ومسلسل يوميات جميل هناء. ترك أيمن رضا بصمة واضحة في السلسلة الكوميدية بقعة ضوء منذ الجزء الأول في العام 2001 إلى جانب الفنان باسم ياخور. ونال أيمن رضا الشهرة الواسعة من خلال شخصية أبو ليلى في المسلسل السوري أبو جانتي في العام 2010، بالإضافة إلى مسلسل مرزوق على جميع الجهات. شكل أيمن رضا مع الفنان باسم ياخور ثنائيا مميزا، حيث قدما ثنائي العديد من الأعمال الناجحة، منها مسلسل عيلة 7 نجوم، بقعة ضوء، ومسلسل صايعين ضايعين وغيرها. وللفنان أيمن رضا عدة مسرحيات، منها مسرحية رأس المملوك جابر، قصة موت معلن، ليالي الحصاد، وسيلينا التي كانت آخر مسرحية قدمها في العام 2008. ولأيمن رضا أيضا عدة تجارب سينمائية، مثل نسيم الروح في العام 1998، وفيلم حادثة النصف متر في العام 1981. واحترف كذلك تقديم البرامج، فكان له برنامج صفار كتار على التلفزيون السوري العربي في رمضان 2019. الفنان أيمن رضا يهوى قيادة الدراجات النارية للتنقل، عوضا عن السيارة لصعوبة توفر البنزين، ولكي يجتاز الطرقات بسهولة دون أن يتأخر عن مواعيد التصوير. كان له خلاف مع الفنانة دنا حلبي، والتي اتهمها بسرقة أغنية بموت بالشوكولاتة التي أداها في مسلسل أبو جانتي. ولكن في وقت لاحق نشرت دانا مقطع فيديو قصير جمعها بالفنان أيمن رضا عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وأشادت من خلاله بموهبته، في إشارة منها إلى أن الخلاف قد انتهى.